لأن نعتقدوا بأنه عن طريق تشغيل الناس الكل في الدولة المجتمع بتاعنا باش يتقدم ولا تونس باش تقف على ساقيها. السؤال الآخر يعني خارج كما قلت لك خارج الإطار، سعر الفينيات يعني نتاع الجولان بالنسبة للسيارة الشعبية قداش؟ بالنسبة للسيارة الشعبية في حدود 200-240 دينار. فينيات سيارة شعبية راه مش سيارة نتاع لوكس معناها، سيارة شعبية فما ب 90 دينار، فما ب 90 دينار، فما ب 240 دينار، فما ب 1000 دينار مش شعبية نمشيو نطلعوا، وفما ب 2000 دينار. هي 60 دينار فقط. 60 دينار. بربي أنا نسألك سؤال، قداش كيلو الزيتون تراه؟ قل لي. ما نعرفش. ما تعرفش. وبالله قول لي كيلو الصابون الاخضر قداش؟ لا بالله كيلو الصابون الاخضر. لا انت اعلامي تجيب السياسيين باش تحط لهم من داف. يعني وقت اللي انا مثلا فينيات نتاعي 240 دينار والفينيات تقول لي 60 نتاع باربع زواين، يعني مش حاجه كبيره كيف ما نعرفش. تعرفش كيلو صابون اخضر بقداش؟ لا قول لي كيلو صابون اخضر بقداش؟ سي احمد نجيب يبدو انك توترت من بدايه. لا انت هو المتوتر. قل لي بالله كيلو. لا الكيلو مو اللي المواطن التونسي يقصد قداش؟ نحبوا نعرفوا السياسيين نتاعنا يعني في علاقه مباشره بالشعب التونسي الكريم ولا لا، ولا فقط يعني مجرد برامج نظريه معناها؟ لا ما هيش نظريه، هي نضالات سيدي هي نضالات مريره نتاع 46 سنه، نتاع 32 سنه سجن، نتاع 7 سنين نفي، نتاع 4 سنين نضال سري، نتاع مشي حرفان البلاد التونسيه قبل الثوره. اهل قصرين واهل قفصه واهل سيدي بوزيد يعرفونا منذ سنوات طويله، كتاباتنا خطاباتنا موجوده في اليوتيوب. لا عايش خويا، فبالتالي ما تجيش تعمل لي راهي 60 فقط مش 90 دينار. انا نقول لك قداش كيلو مو؟ بالله قداش انت سيد اللي انت تعرف وتسال فيه قداش كيلو مو؟ ما تعرفش. هذا راهو لجميع رؤساء الاحزاب مش انت يجيب حاجه جديده. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ان شاء الله المره الجايه تتسع صدرك اكثر لاسئله الاعلاميين، واحنا محترفين. لا الاعلاميين لازم يكونوا اعلاميين وما يكونوش خصوم للسياسيين. يجي يقول له سيد انت سارق، يقول له سارق، ترى جاوبني سارق ولا ماك سارق. هذا ليس اعلام. لا نقبل اي وصايه جديده. انتم خدمتوا تحت وصايه 20 سنه وما تكلمتوش. كان توا تتكلموا في المناضلين، تتكلموا في المناضلين، تجي تقولوا انت تشري في الاصوات. هذا اعلام. نسالوا هل هذا ان شاء الله غدوه ان شاء الله غدوه تراجع تشوف الحصه من اول جديد وتشوف السؤال معناها بالضبط وتشوف كيفاش معناها. وعلى كل حال نتبع شكرا لك ونعرفك انك غير عادل. الناس اللي يجوكوني وتستهوي كلامهم تعطيهم الحبل، والناس اللي ما يعجبكش تقص عليهم والتوانسه الكل يتفرجوا فيك. نقبلوا النقد. بارك الله فيك. شكرا لك استاذ احمد نجيب الشابي. الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذا اللقاء. الى اللقاء.